أهلا بيكم وموسم جديد من برنامج فار على الفطار. في الموسم الثاني من فار على الفطار، هدف البرنامج تصحيح مفاهيم أو عمل مقارنات بشكل سليم، كمان حل مسألة أو جدل بين طرفين مختلفين. ضيف الموسم ده ممكن يكون رياضي، فنان، ممثل، منتج، إعلامي، رجل أعمال أو عالم. ضيف حلقة اليوم كريم سعيد، المحلل الكروي ورئيس تحرير موقع يلا كورة. فترة الكابتن حسن حمدي تكملة لفترة الكابتن صالح سليم. الكابتن محمود الخطيب كان عنده هدف رياضي واضح: عودة النادي الأهلي للفوز بدوري أبطال أفريقيا مجددا. طبعا المقارنة ما بين فترتي الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب أكيد من المقارنات الصعبة جدا. وضعا في الاعتبار برضه احنا مش عايزين ننسى ان الكابتن محمود الخطيب كان شريك في فتره الكابتن حسن حمدي بعد تدرجه في المناصب في فترات مختلفه، من عضو امين صندوق وبعد كده حتى لنائب الرئيس. اشوف فتره الكابتن حسن حمدي يعني كانت هي لحد ما مشابهه او تكمله لفتره الكابتن صالح سليم، وضعا في الاعتبار ان الكابتن حسن حمدي كان هو الذراع الايمن للكابتن صالح سليم، وكان هو بيعتمد عليه في امور كتيره اللي الناس ما تعرفوش. ان ازمه مثلا الكابتن الجوهري الشهيره مع النادي الاهلي 85 ومباراه التلامذه اللي تفتكروها لما النادي الاهلي فريق الشباب الاهلي كسبوا الزمالك في دور الثمانيه لكاس مصر 3-2 بعد وقت اضافي، كانت مباراه غريبه جدا. الكابتن حسن حمدي كان هو المتولي الامور بشكل كبير جدا. اشوف طبعا الكابتن حسن حمدي اكيد وضع النادي الاهلي في شكل اقتصادي مختلف بحكم العقليه الاقتصاديه للكابتن حسن حمدي من الناحيه الشخصيه. خد النادي الاهلي ليه حقبه جديده تامه، وقدر ان هو يامن له مصادر تمويل. كمل المشروع الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم كان له مقوله شهيره: النادي الاهلي لازم يبقى عنده موارد يعيش من خلالها، لان الرياضه هتصبح رياضه بيزنس مش رياضه هواه. زمان الرياضه كانت هوايه، اللعيبه كانت بتشتغل في وظائف اساسيه في حياتها، والكوره على وجه التحديد كانت هي الاولويه الثانيه عنده. ولو تفتكروا كان الفريق كان بيتمرن مرتين في الاسبوع ويلعب ماتش من الجمعه وخلاص وكل سنه وانت طيب. يعني كابتن صالح سليم كان عنده نظره بعيده المدى، وواضح ان كابتن حسن حمدي خد النظره دي منه، وبدا في فتره التسعينات يشتغل على حته ان هو يوجد موارد للنادي الاهلي عشان يقدر يكمل ويعيش. وشفنا النادي الاهلي فعلا كان من الانديه اللي بدات في حته البيزنس في مصر، ومش في مصر بس، في الشرق الاوسط بالكامل، سواء في شمال افريقيا او حتى في المنطقه العربيه. وقدر ان هو يوجد لنفسه موارد ويعيش في وقت الرياضه وكره القدم على وجه التحديد توحشت. فتره الكابتن محمود الخطيب بقى كرئيس للنادي، خلاص هو يعني خلينا نقول ايه اللي انا قلته ده هو اوريدي عارفه، لان هو عاصر الفتره دي سواء مع الكابتن صالح سليم او الكابتن حسن حمدي. الكابتن محمود الخطيب كان واحده من اهم المهام الخطيره على عاتقه بعيدا عن كره القدم، انه يكبر المنظومه الانشائيه للنادي الاهلي ويوجد رعاه يقدروا يعيشوا ويتحملوا غلو بقى تكاليف الصناعه الشديده جدا. النهارده بنتكلم اذا كان فريق الكوره مثلا في التسعينات في وجهه نظري كان ممكن يبقى الميزانيه بالكامل في النادي كله 2 مليون جنيه في التسعينات. 2 مليون جنيه. النهارده احنا بنتكلم النادي الاهلي ميزانيته بدات تتعدى ال 2 مليار جنيه. متخيلين الفجوه عامله ازاي؟ فالنهارده الموضوع صعب جدا جدا جدا، يمكن اصعب من التسعينات، لان انت النهارده عايز توجد رعاه. النهارده جمهور النادي الاهلي عنده حلم، عايز يبني استاد. عشان تبني استاد في هذا الزمن الصعب اقتصاديا ده امر مش سهل للغايه خالص. فبالتالي بشوف ان الكابتن محمود الخطيب عنده مهمه اصعب في وجهه نظري الشخصيه، اصعب جدا من الكابتن حسن. ربما الكابتن حسن حمدي هو اللي حط الايه الحجر الاول في تحويل منظومه النادي الاهلي، تحويله لمنظومه اقتصاديه. الكابتن محمود الخطيب النهارده بيحاول ان هو يامن موارد النادي الاهلي في زمن اعتقد يعني
الامور الاقتصاديه فيه فعلا بقت موحشه لاقصى درجه. لما نيجي نقارن برضو لازم نقول يعني مقومات عديده في المقارنه دي. كابتن حسن حمدي اكيد كان عايش في فتره الكابتن صالح سليم خد فيها قرار خطير بالابتعاد عن بطولات الاتحاد الافريقي بعد اللي حصل في مباراه السوبر الافريقي امام نادي الزمالك في جنوب افريقيا 93، وطبعا الواقعه الشهيره مع الحكم بيتروس ماتابيلا، وطبعا اللي بعد كده تم شطبه من التحكيم. فوضع الكابتن صالح سليم كان عنده مشكله اصلا مع ماتابيلا، وطبعا اكيد اللي عمل المشكله في الملعب كان الكابتن طارق سليم الله يرحمه، وطبعا والكابتن ابراهيم حسن موجود دلوقتي وكان حاضر في الازمه، وتوقف ساعتها الكابتن ابراهيم حسن. وبالتالي هو هنا نقل يعني انجازات النادي الاهلي من البطولات الافريقيه للبطولات العربيه، لغايه لما الكاف فعلا نفذ كل المتطلبات. انا بدفع تذاكر الطيران بتاعتي، بدفع الاقامه بتاعتي، بعمل كل حاجه، وفي الاخر بتديني كاس وما بتدينيش اي جوائز ماليه ولا بتعوضني لكل المصاريف اللي انا صرفتها دي. طب انا بعمل كل الكلام ده ليه؟ عشان تحرق دمي؟ طب انا مش لاعب. وبالتالي جه الكاف بدايه من بطوله 97 وحول دوري ابطال افريقيا لو تفتكروا لبطوله مختلفه تماما، وبدا يعمل لها شكل مختلف، وبدا يجيب لها رعاه، حتى اعتقد اول راعي كان من فرنسا، وبدا يغير خالص شكل المسابقه وحط جايزه ماليه. بقت الجايزه الماليه دي تتطور سنه بعد سنه 7 سنه لغايه لما قرر النادي الاهلي انه يعود للمشاركه امتى؟ سنه 99. كابتن محمود الخطيب بقى برضو عنده ميزه حلوه قوي بكل امانه، ان هو جه في فتره النادي الاهلي كان الامانه وصل الى مرحله منحدره في الناحيه الكرويه مع المهندس محمود طاهر، وبسبب ده الاداره بتاعت المهندس محمود طاهر دخلت في مشاكل كبيره جدا مع جماهير النادي الاهلي. الاهلي مش عارف يكسب دوري، كسب بطوله كده سنه 2016 مع الهولندي مارتن يول، ولكن اداء الفريق افريقيا كان سيء للغايه. الاهلي كان بيخرج من دور المجموعات، الاهلي ما كانش قادر ان هو يعوض غياب بطوله دوري ابطال افريقيا اخر نسخه كسبها في 2013. وبالتالي الكابتن محمود الخطيب كان عنده هدف رياضي واضح، عوده النادي الاهلي للفوز بدوري ابطال افريقيا مجددا. ورغم ان اول سنه بعد ما تم انتخابه كرئيس النادي الاهلي خسر النهائي امام الترجي في المباراه الشهيره 3-0، بعديها النادي الاهلي استحوذ على افريقيا بالكامل، وبدا النادي الاهلي دلوقتي بنشوف اهو بيحصل على 4 دوري ابطال افريقيا مع الكابتن الخطيب. فانا بشوف ان كل حقبه ليها شكل مختلف. خلينا نتفق على مبدا لاعب الكره طالما في زمن ادائه داخل الملعب كان بيؤدي بشكل فني ممتاز وبشكل خلقي ممتاز، اعرف انت حصلت على لقب معشوق الجماهير. الخطيب مهما الجماهير اختلفت معاه، اول بس ما يعمل حاجة كويسة كل الناس تمسح اي حاجة. ليه؟ لان رصيده عبر التاريخ يسمح بان احنا نغفر له اي شيء، والخطيب يظل الخطيب. اتحدى اي شخص في العالم يجيب فيديو واحد لمحمود الخطيب وهو لعيب وهو امين صندوق وهو نائب رئيس وهو رئيس نادي غلط في شخص، اساء لشخص، قال كلمه مسيئه لحد، زعل حد بالاخر يعني. اعتقد كابتن محمود الخطيب بيحب ان هو يحتفل بهدوء، وهو طبعا كابتن محمود الخطيب عايز اقول لكم حضوره في الامارات بصراحه انا شفته على المستوى الشخصي، هو كان تعبان فعلا، تعبان للغايه. وبكل امانه هو لا يتاخر ان هو في الوقت، هو بيحب دايما في وقت ما يكون النادي الاهلي بيواجه مشاكل يكون متصدر المشهد، عشان ما حدش يقول ان انا بظهر في اوقات الانتصارات فقط واوقات الازمات بختفي. لا، هو عنده مبدا، هو فعلا بيطبق هذا المبدا. الصوره دي او الفيديو اللي انتشر واضح جدا هو بيحب الاحتفال بهدوء، وهو كمان طبعا كان متعرضين لضغط شديد جدا بسبب خساره النادي الاهلي للسوبر الافريقي امام نادي الزمالك قبلها باسابيع قليله، فكان في ضغوطات كبيره جدا عليه. وكمان فكره يا شريف ان رئيس النادي يكون لعيب كره سابق وكمان اسطوره بيحط على الشخص ضغوطات
اكبر. ليه؟ لان انت مفروض فاهم في الكوره، فانت اللي بتديرها. وبالفعل كابتن محمود الخطيب هو اللي بيدير كره القدم في النادي الاهلي، فهو له من المسؤوليه وله زي بالظبط ما كان بيحصل مع كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي وزير الدفاع الاهلاوي في فترات سابقه، وبالتالي كان لو انت لعيب كوره انا مش هحاسبك بس كرئيس نادي، لا انا هحاسبك كمان ان انت اكسبرت او خبير في الكوره، وبالتالي انت اللي بتخطط، انت اللي بتعين الناس، انت اللي بتجيب مدربين، انت اللي بتعمل الميركاتو الصيفي او الشتوي. فالمسؤوليه انت مشارك فيها سواء في المكسب او الخساره، زيك زي المدير الفني. مش صعبوها، انا عايز اقول لك ان كمان هم الثلاثه من نفس المدرسه. ربما كان يضاف اليهم الاستاذ ابراهيم المعلم، ولكن الاستاذ ابراهيم المعلم في فتره او الاونه الاخيره قرر الابتعاد شويه، وبالتالي انا بشوف ان المدرسه دي في وجهه نظري الشخصيه كمان لا، وفيها المهندس خالد مرتجي بكل امانه. ربما يكون مهندس، ما اعرفش المهندس خالد مرتجي ايه طموحاته في المستقبل، ولكن المدرسه دي مدرسه هي اللي هتصعب على اي مدرسه اخرى تيجي تدير النادي الاهلي. لان مدرسه الاسطوره صالح سليم، وبعديه كابتن حسن حمدي، وبعديه الكابتن محمود الخطيب، مدرسه نادرا ما هتلاقي حد لسه مؤمن بيها، بيقله بكل امانه. في مدارس جديده بقى ظهرت، وهتلاقيها مدارس اكيد مليون في المية متأثرة ببعض الافكار من السوشيال ميديا. لان النهارده في الاداره عايزه صبر، وعايزه قرارات حكيمه، مش عايزه قرارات انفعاليه. وحتى لو في بعض القرارات السريعه او الانفعاليه لازم تتم بحساب. مش فكره ان النهارده حصل حاجه هوب يلا الدنيا هدي الناس مش عارف ايه اعمل ايه، لا مش ده الاهلي. فانا اشوف عقب انتهاء المدرسه دي هيبقى صعب جدا 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 على اي مدرسه الاختبار اللي هتتحط فيه في قياده النادي. مبادئ النادي الاهلي عايشه جوه منظومه النادي الاهلي، ومبادئ النادي الاهلي عشان تحسن من تصرفات محبين النادي الاهلي. مبادئ النادي الاهلي ليست للتعالي على اي شخص منافس عن النادي الاهلي. مبادئ النادي الاهلي ليست لاي حد يظن ان النادي الاهلي يعني افضل من اي حد بدون شغل. حتى مقوله او الكليشيه بتاع النادي الاهلي فوق الجميع، هو فوق ابنائه وفوق منظومته وفوق لجانه وفوق من يعمل داخله فقط. مش النادي الاهلي فوق الجميع فوق بقيه الانديه، لا الناس فهموا المقوله غلط. الاهلي فوق ابنائه هو، عشان الناس كلها تشتغل للنادي، الناس تجبي المصلحه العامه للنادي فوق المصلحه الشخصيه للمسؤول او اللاعب او المدرب او ايا كان، بس داخل المنظومه، وليست للتشفي او التلاسن عبر السوشيال ميديا مع الانديه المنافسه او اي حاجه من الكلام اللي البعض بيروج له.